السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد احوالكم. النهارده نعمل الدوناتس بقى ده. هو طبعا يعني بصوا بصراحة هو بيبقى طعمه كده شبه لقمة الاوجي، فانا مش بحبه يعني قوي، بس قلت اعمله كده معاكم عشان اللي عايزة طريقته تعمله. طبعا يعني هو بيتعمل في المحلات او عند مثلا بتاع الفطاطر والبيتزا والكلام ده، وبيبقى حاطه كده في علبة ومغطيه، وبيبقى له بقى ايه كام يوم كده بتاكليه. طبعا يعني هو بارد بقى كده وبيبقى مجلد شويه شادد كده، بيبقى يعني مش فريش. احلى حاجه انك انت تقليه وتسيبيه يبرد شويه وتزينيه وتاكليه فريش كده وطازه وجميل. يلا بينا كده نشوف المقادير ونعمله كده مع بعض. يا رب يعجبكم. دول معلقتين زبدة، انا بستخدمها هنا زبدة نيوزيلندي، انت عايزة تحطي اي زبدة تانية حطي. دول كده مجين ونص دقيق، وعليهم ربع معلقة بيكنج باودر ورشة ملح، ودي بيضة وعليها رشة فانيليا، ودي كده معلقة كبيرة خميرة بيرة فورية، ومعلقتين سكر، ودي كوباية لبن، وهنحط طبعا معلقتين زيت. دي كل المقادير بتاعتنا. اول حاجة هنا هنحط كوباية اللبن دي، هنحط عليها الخميرة والسكر، هنقلبها خالص كده لحد ما تدوب. هنحط هنا كده معلقة زيت كده او اتنين صغيرين كده، وبعدين هنحط الدقيق اللي هو زي ما قلنا كده المج اللي هو العادي بتاع الشاي ده 2.5، وعليه ربع معلقة بيكنج باودر ورشة ملح، وهنحط هنا البيضة، وهنعجن بقى كده كله على بعضه. طبعا اي حاجة بتحط لها خميرة لازم تدعك يعني تحط لها سكر عشان تتفاعل، وهنحط طبعا نقطتين خل. العجينه زي ما حضراتكم شايفين كده هي بتبقى طريه شويه كده، اوعي تزوديها لبن ولا ميه ولا اي حاجه عشان هي بتبقى ملزقه كده. هنحط عليها بقى كده معلقتين الزبده دي، وهنعجنها كده تاني. انت بمجرد ما حطيتي الزبده دي خلاص مش هتلزق في ايدك بقى. انا خلاص اهو عجنت العجينه. طبعا احنا طبعا في فصل الصيف والدنيا حار، هي يا دوبك هتخمر بس كده نص ساعه مش اكتر. انا دهنت دي كده ماده دهنيه كده نقطتين زيت، والعجينه زي ما انتم شايفينها هي زي الفل. هنغطيها بقى كده شويه بكيس نايلون او ستريتش او اي حاجه تحطي عليها فوطه، وتسيبيها بقى لما تخمر كده وتقب كده، وهوريها لكم في الخطوه التانية ان شاء الله. العجينه خمرت اهي بقت زي الفل. هنجيبه هنا كده رشة دقيق، وهناخد العجينة بتاعتنا كده بالراحة نحطه هنا. طبعا احنا هنقطعها كده يعني حتت صغيرة، حتت كده صغيرة. بسم الله. هي طبعا بتبقى ملزقة كده عشان تبقى طرية. هنعملها حتت كده صغيرة، وهتبقى بالشكل ده. طبعا على قد ما تقدري تخليها كلها سوا واحد، يعني تخليها كلها كده كرة واحدة مقاس واحد.
طبعا احنا دهنا الصينيه دي كده نقطتين زيت، وهنحطهم هنا كده جنب بعض، وهنسيبهم شويه كمان يخمروا، يعني حوالي برضو كده نص ساعه او تلت ساعه. بقت بالشكل ده كده اهو. انا رصيتها في الصينيه دي، هسيبها بقى كده كمان، هوطيها برضو بستريتش كده او بلاستيك كده. هنسيبوها كمان كده نص ساعه برضو عشان يتضاعف حجمها تاني وتخمر تاني، وبعدين نشكلوها بقى مع بعض. عايزه اقول لكم ان انا للامانه يعني وانا يعني بعجنها، لقيتها يعني طريه قوي، لان انا المفروض كنت حطيت كوبايه الا ربع لبن، فانا حطيت كوبايه لبن، فطبعا وحطيت بيضه وكده، فطبعا بقت طريه قوي. فانا حطيت 3 كوبايات دقيق، يعني كان هي المفروض مقاديرها كنت حاطه كوبايتين ونص، اللي هو المج بتاع الشاي ده اللي انا دايما بعاير بيه حاجتي اللي انا بوريه لكم. فانا حطيت كمان نص كوبايه دقيق، يعني معناها كده المقادير دي كلها اخده 3 مجات دقيق، اللي هي المج بتاع الشاي. هتجيبي ورق ابيض كده متقطع كده، يعني هو متقطع جاهز كده من اي مكتبه. لو ما عندكيش الورق ده، هاتي الورق الزبده، احنا دايما بنستخدمه. قطعيه كده شبه ده كده عشان تركني عليه الدوناتس بتاعك، علشان ما يلزقش منك لو حطيتيه على اي حاجه، ويبقى سهل لما تيجي تقليه. هنرش بقى رشه دقيق كده، هو خلاص كده خمر. هنرش رشه دقيق خفيفه كده، وهناخده كده واحده، وممكن تعمليها كده على الورقه دي اهي كده، وترشي عليها برضو رشه دقيق كده. لو مش عايزه تعمليها على الترابيزه بتاعتك او على الرخامه، وتروحي عامله كده، تعوسي كده بس ايدك كده عاصيه خفيفه كده، وبتجيبي كوبايه كده صغيره زي دي، تحطيها كده هنا وتعملي كده. بسم الله. ولا قطاعه ولا اي حاجه، هي يا دوبك كوبايه، سكينه، وخلاص على كده. بتشيليها بقى كده، تاخدي الطرف ده تعملي كده، تدومي، وهتبقى وردة كده او زهر كده بالشكل ده. دي اسمها زهرة عباد الشمس او قرص الشمس. ناخده بقى واحدة تانية. افرضي انت مش عايزاها قرص الشمس كده، او عايزاها وردة كده زي ما احنا عاملينها، وعايزاها تحبي ايه الشكل المعتاد بتاعنا، هتعمليها كده، وهتجيبي بس كده قطعة شبه دي، وهتقطعيها كده من النص. هتبقى كده الشكل اللي انتم متعودين عليه اهو. اللي احنا قطعناه كده، اللي هو المفرغ من النص ده، ده برضو حلوه كده جميله خفيفه كده. هنعملوها شبه لومه القاضي كده، هنقلوها برضو وهناكلوها، مش هنرموها. حلوه. وبقى في الاخر بالشكل ده اهو. هسيبه بقى كمان يخمر كده كمان نص ساعه، وبعدين نقليه بقى. الخطوه الاخيره بقى اللي احنا هنقليه، طبعا لازم يكون الزيت غزير كده، يكون كتير، بس بيكون على نار هادية كده او متوسطة كده خفيف. ما تحطيش، ما تسخنيش الزيت قوي، وتحطي فيه الدونتس عشان ما يتحرقش منك ويبقى ني من جوه. وهنبتدي بقى ايه نقلوه. احنا كده خلاص خلصنا الكمية بتاعتنا، هنبتدوا بقى نزينوها كده مع بعض.
إيه معلش، هو الجزء بتاع التزيين ده يعني ما تصورش، معلش حقكم عليا. انا كده يعني عملته بالمربى وعملته بالشوكولات كده، وهنا بقى دي كده ملبسات كده هنحطوها كده هنا عشان تدي الشكل كده. فطبعا الملبسات دي احنا بنحطها والشوكولات لسه طريه علشان تلزق فيها. طبعا احنا خلصنا الكمية بتاعتنا، بس مش هي دي طبعا الكمية كلها. في حبة لسه متشالين جوه معمولين في طبق تاني. يا رب يكون كده المقادير تكون بسيطة وخفيفة عليكم، ويا رب تطبقوه. واتمنى اللي يشوف قناتي لأول مرة، انا سومة وده مطبخي انا سومة. يا رب اللي ما اشتركش في القناة تشتركوا في القناة. وما تنسوش اللايك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، في رعاية الله، مع السلامة.